ضرب النادي الافريقي عصفورين بحجر واحد حين حسم ديربي العاصمة التونسية مع الترجي بفوزه ب3 أهداف دون رد. البداية تكون بديربي العاصمة كالعادة. اليوم كان كرنفال في ملعب 7 نوفمبر برادس. الديربي رقم 106 مثل ما ذكرت. الافريقي يكسب المباراة بثلاثية نظيفة. سنعود بثلاثية نظيفة على الترجي الرياضي باش نرجعوا المقابلة هذه لكن قرب اكثر للمنطقه بتاع النادي الافريقي، وقعد النادي الافريقي يخسر برشا في الكرات بتاعه في المنطقه. محمد تراوي يرجع الكره الى مسامح احمد غير كليا مسعدي بعدها انيس العمري. مسعدي يفضل في العمق وترجع الكره من الدفاع بطولها مازالت بحوزه فريق النادي الافريقي. يحاول يغير وفرصه لفريق النادي الافريقي والهدف الاول لفارس النادي الافريقي. وزوادي هو اللي تولى التسجيل غير النتيجه في الدقيقه 27. الزوادي يتمكن اذا من تحقيق الهدف الاول. ثم السلامي كان يوزع الكره وشغل اعاده. ثم مشاكل فردية يعاني منها الفريق، هفوات فردية كثرت فوق الميدان. أسامة السلامي برجل اليسرى ويتمكن من مضاعفة النتيجة. الهدف الثاني لفريق النادي الافريقي في الدقيقة 53 تتغير النتيجة وتصبح النتيجة إذا 2-0 لفائدة النادي الافريقي أمام الترجي. وربما فرصة أكبر بالنسبة للنادي الافريقي فيما تبقى من وقت لدعم النتيجة الأولية اللي كان حققها منذ الدقيقة 27 عن طريق زهير الزوادي. وفي الدقيقة 53 يتمكن أسامة السلامي من مضاعفة النتيجة. وهل الآن الترجي أكثر يقدم للهجوم ويخلي البغولي ياخذ أكثر ويوجه اللعب أكثر تاع اللاعبين تاع الترجي الرياضي التونسي. إذا إلى حد الآن بالنسبة للأمور ما يعنيش وأن الترجي قدم مباراة كبيرة اليوم، موعد ما نجموش نضيعوه، لكن المجموعة كل كانت أورسوجي.
الشلالي حاول يساوم المسافة بعيدة وكرة ياسر هنا ياسر هدف ممتاز جدا من مسافة بعيدة بالرجل اليسرى يغالط العربي ماجري في الدقيقة 60 تتغير النتيجة.